السلام عليكم أصدقائي. لنتمم مسابقتنا. كم تعادل الصلاة في المسجد الحرام؟ 27 صلاة، 50,000 صلاة، 100,000 صلاة، مليون صلاة. 100,000 صلاة بالفعل، والجواب صحيح. نمر إلى المرحلة الموالية. كم كان سن النبي صلى الله عليه وسلم عند البعثة؟ 25 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 55 سنة، 40 سنة. بالفعل، والجواب كذلك صحيح. ما هي الدابة التي امتطاها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج؟ هل هي الناقة، البراق، الفرس، الحصان؟ وأنا متأكدة البراق بالفعل، والجواب صحيح. المرحلة الموالية. من هو ملك الحبشة عندما هاجر المسلمون إليها؟ هل هو أبره الحبشي، النمرود، هرقل، النجاشي؟ النجاشي، والجواب صحيح. كم عدد الأشهر الحرم؟ 3 أشهر، 4، 5، أم 9؟ بالفعل 4، وهي محرم، رجب، وذو القعدة، وذو الحجة. من هو قاتل أمية بن خلف الذي كان يعذب بلال بن رباح؟ هل هو عمر بن الخطاب، خباب بن الأرت، أبو ذر الغفاري، أم بلال بن رباح؟ بلال بن رباح. ما هي السورة التي كانت سببا في إسلام عمر بن الخطاب؟ هل هي سورة التوبة، سورة الفرقان، سورة طه، أم سورة البقرة؟ سورة طه، والجواب بالفعل صحيح. إذا على بركة الله نتمم. من هو أمين هذه الأمة؟ هل هو أسامة بن زيد، عبد الله بن الزبير، أبو عبيدة بن الجراح، أم سعد بن الربيع؟ لا، ليس عبد الله بن الزبير، أبو عبيدة بن الجراح، والجواب الصحيح. إذا لنمر إلى المرحلة ما قبل الأخيرة. أين دفن عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ هل في البقيع، في الكوفة، في مكة، في دمشق؟ في البقيع بالفعل. إذا لدينا مرحلة أخرى، لا أظن أنها ما قبل الأخيرة. من يكون أبو جهل لعمر بن الخطاب؟ يعني هذا السؤال يقصد ما هي القرابة الموجودة بين أبي جهل وعمر بن الخطاب. هل هو ابن عمه، عمه، ابن خاله، أم خاله؟ أظن أنه خاله بالفعل، والجواب صحيح. إذا فزنا.